بنت البدوية اليوم تعلن الانتصار، فرحانة وما قدها فرحة. وهذا الشيء كامل اخوتي يعني ما منوش. الناس كتفرح كتختن وليداتها، الناس كتفرح كدير شي صدقه، شي حاجه. المهم كيفرحوا عائليا، الولاد كيفرحوا المصائب والشكايات واعتبار هي الخدمه في بعضياتهم. ولكن اليوم الفرحه اخوتي قالها المصري مش سايعاها. علاش حيت منين تشد منعيش وتعتقل اخوتي كلشي كيقول راه النوبه جايه خديجه وناديه، وكذلك حتى امية منى دارت بها شكايه. او شي بزاف ملي كينوضوا خوتي الشكايات كل واحد كيبروتيجي راسو، كل واحد كيقول حتى انا درت، حتى انا درت. لا درتو الطايله ودرتو اللي ما كيدار. صراحه الله، شنو هاد الفتنه عطاكم الله؟ شنو هاد الفتنه اللي اشد من هاد القتل؟ يعني ما عمرنا شفنا هاد الحقد التاريخي اللي منذ الازل. كنتو بادينها ب10 ريال في اليوتيوب وكنتو حنان على بعضياتكم وقلتو كتسعاو غير القرعه الا احتاجيتوها كتسعاوها لبعضياتكم. اليوم منين دخلت الاموال الطائله جات معها الشكايات بالبيان، وليتو غير شكيبيان شكيبيك الشكوى. الله خوتي، واش عرفتوا اليوم مريم بنت البدويه كتحتفل هي والزوج ديالها بالانتصار على خديجه وناديه؟ ايها خوتي، قالتها هي اللي ما عنده عين يدير 10. ماشي غير حنا اللي غنمشيو فيها. اييه المعنى عليك خديجه وناديه. اييه وجدوا راسكم اللهم لا شمات. اخوتي قبل ما ندوزو لعلاش بنت البدويه اليوم كيتحقق لها الانتصار والامنيه في لويساتها هادو مع بعضياتهم، غادي ندوزو الرويجي والبدويه، حيت كل واحد كيلغي بلغاه، كلها كيطبل في اتجاه ديالو. حيت منعش اليوم في ورطه. عرفتوا خوتي، منعش مازال ما تحكمش. تعتقل ولكن مازال ما تحكمش. ولكن شنو طاري في الكواليس؟ يا خوتي اللي غتسمعوا اليوم ما غاديش تيقوه، ولكن كيف كنقولوا فوجه الجلده كيتباس الكتاب، او فوجه الكتاب كتباس الجلده. خوتي بلا ما نطول عليكم غندخلوا لتفاصيل الموضوع، وما تنساوش لي اللايكات ديالكم. فيديو جد 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 مشوق. خليو لي تعاليقكم، كذلك بارطاجكم، اشتراكاتكم اللي عاد كيشوف قناتي لاول مره. الله يسهل اموركم. كنشوف المشاهده تبارك الله اكثر من الاشتراك اللي دخل ما فيها باس. الله يوقف معكم ويسهل اموركم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. ديروا لي الاشتراك الله يسهل عليكم والله يجعلها في ميزان حسناتكم. ندخلوا لتفاصيل الموضوع. خوتي مدرسة المشاغبين مدورينها خوتي مزوقه ورغيب في الكواليس. يا خوتي الرغيب وصل حتى للديار الفرنسيه، ووصل حتى لخالتو عياده. خالتو عياده اليوم ما قدها قداد، ولاو كيتباسوا لها الريوس، ولاو كيتباسوا لها عرفتي شنو. خالتي عياده حنا في عارك وقفي معنا، وانا الاوان انك ديري شغالك، حيت كنتي انت صاحبة مامانا صعصعات اليوتيوب. اليوم جا دورك توقفي معانا، حيت انتي اسامه اللي صراحه الله زعزع لينا منعش خوتي. لان هاد اسامه هذا راه تضرب في الشرف د مرتو اللي هي ناديه. ايوا سيد الزوجه ديالو هذيك فالقانون كيحميه. يا الزوجه ديالو تجي انت تضرب له في العرض ديالها السيبه هذه. المهم اختي بلا ما نطول عليكم الخبر في راسكم، ان خالتي عياده اليوم غادي عليها وجاي. خالتي عياده ولدك اسامه، يا نتوما خليتو ناديه اللي تضرب في شرفها ومشيتو لخالتي عياده. اجاب عيني لودني. لا خوتي قال له فين ودني كاجحه؟ قال له راه هي، مع العلم راه غير ها هي.
ايوا خالتي عياده اليوم كتقول لهم بيناتكم هاد الرقاوه، ملي كنتو كتسابوا وتشرشموا وتفتحوا اللايفات كنتو كتعلموني، كنتو كديروا بوجهي وتقولوا هذاك راه داك اسامه راه ولد عياده خالته صاحبه ماما انا عاوتاني، لا كنتو كتحرقوا الطيب والخضر وكتقولوا ليه سيريالي وسيريالي وسيريالي. فاليوم قالت لكم بعدوا مني، عطيوني حجر العافيه، بعدوا مني، سيروا تلقاو المصير ديالكم. المهم اخوتي فناديه داك الباب ديال التنازل سداتو ديجا، قالت لهم اللي بغى يجي لعندي راه المهم الجواب راني قلتو شحال هادي، والله لا عاودت الكره ولا عاودت الغلط ديال شحال هادي، حيت نتوما ما كتشوفوش وفمكم عور. داكشي اللي غادي نديرو لكم دابا، ديروا التنازل بحال اللي كنسني لكم عاوتاني باش تشرشموني عاوتاني في المرات القادمه. لا انا ما نولكمش داك الفرصه، وغادي نخليكم وما تجيو عندي ما نجيو عندكم. انا راجلي ما غايديرش التنازل وانا ما غنديرش التنازل. فبقات لهم خالته عياده ما بيديها ما برجليها مسكينه، اش دير خالتي عياده؟ وسام راه في الديار الفرنسيه. ناديه شاده ديك الباب، ايوا خالته عياده مسكينه تطبلوا فيها خاويه. المهم اخوتي تنازل كلشي باغيه مرجيوي والبدويه على اسامه يديروا ساعه. اسامه مسكين خوا مشى لخدمته وقال لهم انا درت اللي عليا وبيناتكم. فهاد الباب تسد اخوتي ديال التنازل، ومع العلم انهم هما بقاو غير طيطاطيط مع خالتي عياده. خالتي عياده كيف قلت ما عندها ما دير ليهم غالب الله. غادي ندوزو خوتي البنت البدويه اللي هي مريمو. مريمو اليوم عرفتي شنو تقصف ولا تبالي، كتبين لهم بالملموس في الفيديو بان الشكايه ديال الضرب في ولادها كيحرموا ليها وليداتها، بانها استدعاو ناديه وميامنه اللي كانت كتحرم ليها وليداتها اللي هما ولاد ولدها ولاد شحيمه. فبيني وبينكم هاد الناس هادو اونتر بارونتيز غادي نخرج شويه على الموضوع باش نتذكر انا والمتابعين ديالي اللي عنده شي شكايات فعلات ولا شي ولا عيطوا عليهم ولا غيستجوبوهم، خلي داكشي في يد القضاء. القضاء راه عارف يدير. علاش كتوصلوا قبل الحين والصالحين نتوما المتابعين كتخدموا باي حاجه، كتخدموا باللي كاين. هما عيطوا لخديجه ومن بعد يعيطوا لهم كانوا يعني مذنبين غياخذوا الجزاء ديالهم. المهم اخوتي تا يمنى هي في البرطيه قالك هي العلم لله فاش كانت بدات البرطيه الاولى ومشات رجيوي ومشى منعش كيفكو كيتحامى وداكشي كان يعني كتحرم ميامنه ولاد ولدها وسمعاتها رجيوي. ولكن الغريب في الامر ان مريمو دارت شكايه بناديه وميامنه حيت بجوجهم قال لك حرموا ليها وليداتها وقالوا ليها انهم ماشي باهم. راكم عارفين لاسين اخوتي. فكيف كنقولوا ما يروج في اليوتيوب او السوشيال ميديا ان مريمو ما عندهاش واحد الدليل او واحد المقطع او واحد التسجيل يعني كيدل بان ميامنه قالت هاد الهضره. وميامنه خرجات واحد اللايف مع ناديه وقالت حرام عليها ايمانها وصلاتها ودينها بان عمرها ما نطقات هاد الهضره، وان رجيوي كانت سباب النقطه اللي فيضات هاد العافيه هادي وشعلات هاد العافيه وقالت لها ميامنه او عكوستك قالتو راكي ما سمعتيهاش. في هاد الحد هذا ناضت مريم ودارت شكايه ميامنه واللي عيطوا لهم اخوتي باش يستمعوا ليهم. ومريم اليوم فرحانه وكتقول يعني السن بالسن والعين بالعين والبادي اظلم. يعني دائما البدويه وبناتها عندهم نفس يعني استراتيجيه في الخدمه في الفيديوهات، كيبلغون الاخبار في العناوين. مع العلم حنا كمنتقدين كنكونوا عارفين وكنعرفوا ملي كنجيبوا الاخبار ديالنا، ولكن الغريب في الامر ان بنت البدويه ما عندهاش واحد الدليل اللي كيثبت ان ميامنه قالت بان ولاد ولدها ماشي ولاد ولدها. خوتي الشيء اللي كاين في هذا لا فيديو اليوم كنتمنىكم تشوفوه من الاول حتى الاخر فضلا وليس امرا، والله يرحم لكم الوالدين. وما تنساوش ليا الاشتراك. الله يعطيكم ما نويتو دنيا واخره. حتى لهنا كينتهي لا فيديو ديالي. كنتمنى
لكم ليلة سعيدة وشكرا لكم.